بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا بنستعد لشهر رمضان، وهنعمل مع بعض عجينة السمبوسة في البيت بكل تفاصيلها، بسيطة جدا. وهنعمل منها كذا حاجة، مش سمبوسة بس. هنعمل منها مثلا عيش، نعمل منه سندوتشات، وعيش للفتة اللي هيفيد من السمبوسة. وهنعمل مع بعض السمبوسة بأبسط طريقة اهوت. جبنا هنا كيلو دقيق، حطينا عليه معلقة ملح صغيرة وأربع معالق زيت، وهنعجنه بمية عادي جدا، مية عادية مش سخنة ولا حاجة اهي. وهنبدأ نعجنها كويس جدا من 7 ل10 دقايق بالظبط. تفضلي تعجني فيها لحد ما تديكي قوام كده، ملمس ناعم وطري وجميل، يعني مش طري قوي ولا جامد، متوسط زي ما هتشوفوها بالظبط كده. تزودي مية شوية شوية، مش مرة واحدة، وتعجني تعجنيها كويس عشان تديكي عرق اهوت بالطريقة دي، لحد ما تدينا عجينة بالشكل ده، متماسكة ومش ناشفة ولا طرية خالص، زي عجينة العيش كده اهوت. شوفوا قوامها. هنحطها في بولة ونسيبها ترتاح 10 دقايق، عشان طبعا دي مفيهاش خميرة ولا بودر ولا حاجة، نعرف نفردها كويس يعني. هنغطي عليها بكيس ونسيبها ترتاح 10 دقايق، ونرجع نقطعها مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه اهوت. هنجيب طبعا شوية دقيق، حوالي 3 معالق، ومعلقتين 2 نشا في طبق. بس الأول بنجهز المكان عشان خاطر ايه، نفرد العجينة عليه. نفرش كيس كده طبعا عشان الدقيق والعفار وكده. هنا معلقتين نشا و3 معالق دقيق، هنقلبهم على بعض كويس، ودول اللي هنشتغل بيهم وهيكفوا الكمية كلها. بالطريقة دي هناخد رشة على الصينية او على اي حاجة هنقطع عليها، رشة خفيفة خالص، وهنعملها كور بالطريقة دي. نعملها كور بالحجم اللي انت عايزاه، هو الحجم ده كويس قد البيضة بالظبط اهو. ونبدأ نرص كده على الصينية لحد ما نقطع الكمية كلها، ويا ريت نخلي الكور كلها قد بعضها. انا عندي كورة بس جات صغيرة، بس عادي هتخش في وسطهم عادي يعني اهو بالطريقة دي. وبغطي عليه بكيس طبعا عشان ما ينشفش، وبركنه وبشتغل في الصينية اللي قطعتها الاول بالطريقة دي. بنجيب الدقيق والنشا وشوية زيت في بولة، عشان ده اللي هنفرد بيه. بنرش رشة زي ما انتم شايفين كده وبنفرد. انا هعملهم 5 طبقات على بعض، يعني هسويه 5 طبقات على بعض، وهفرده 5 طبقات على بعض برضو. ادي 2 معاكم، والتالتة كده. بنعوز زيت من الطبقات، بندهن زيت كويس جدا، وبعدين رشة دقيق خفيفة، ونحط الطبقات اهوت. طبعا لسه هنفردها تاني، بس لازم الخطوة ديت عشان ترتاح. ونرش دقيق ونكمل بالطريقة دي، كل 5 طبقات مع بعض بنفردهم مع بعض اهو. هنكمل كل الكمية ونحطهم على صينية ونغطيهم بكيس عشان وشها ما نشفش، ونيجي نفردها تكون سهلة معانا وجميلة. هنكمل الكمية كلها. طبعا احنا عاملين كيلو، اللي حابب يعمل نص كيلو يعمل اهو. في اخر مجموعة هتكون معايا 4، مش 5. بالطريقة دي غطيتهم كلهم اهي، ال4 في النص. وهناخد اللي هو ال5 طبقات مع بعض ونفردهم من غير دقيق من غير زيت بالطريقة دي. هنحطهم كده ونفردهم، تفرديهم بأي حاجة عندك، نشابة أو أي حاجة. وصينية على البوتاجاز على ظهرها، هنحطها على ظهرها عشان نسوي عليها، نقلبها يعني، نخلي الوش تحت على النار ونوطي النار اهوت. بس هشمعها من الناحية دي ومن الناحية دي، وهاخدها عشان افكها معاكم واوريها لكم. طبعا بنفصلهم عن بعض، وبندهن بين كل طبقة والتانية مسحة زيت خفيفة جدا بالفرشة كده اهو. بتطلع بكل اريحية، سهلة جدا، وقوامها جميل جدا. بدل ما تشتريها من بره هتعمليها سهلة. الكيلو دقيق هيعمل لك ما شاء الله، هيعمل لك سمبوسة
هيعمل لك عيش، تعملي منه سندوتشات، تعملي صينيه رقاق زي ما تحبي. اهوت بالطريقه دي بين كل رغيف بتدهني مسحه زيت خفيفه جدا عشان ما تلزقش في بعضها بس. اهو بالطريقه دي، وضغطت عليها كويس بكيس عشان تفضل طريه. ونفرد مع بعض 5 تانيين. اهو بنحط 5 قطع على بعض، وبنحط بينهم زيت ونشا ودقيق، وبعد كده بنفردهم بالطريقه ديت. ما توسعهاش عشان متبقاش خفيفه قوي، عشان القطعه بتاعتنا مش كبيره اصلا. اهو ما تخافيش لو اتطبقت منك ولا حاجه، بتتفرد عادي جدا. عجينه جميله وبتتسوى ما شاء الله. بصوا بصوا الطبقات بتفصل عن بعضها ما شاء الله. وكمان احنا بنسوي الاتنين اللي على الوش بس، مش كله. يعني احنا بنشمعها من الناحية دي ومن الناحية دي، وبناخدها على الرخامة ونفكها عادي. اهو وبتتفك معانا بكل بساطة بالطريقة ديت. مهم. وتديها مسحة زيت. ما تنسيش مسحة الزيت عشان دي بتخليها تفصل معاكي بسرعة. لما تحطيها في الفريزر وتطلعيها بتلاقيها فصلت معاكي بسرعة. وتبدأ تسلكي فيها بس بالراحة عشان ما تتقطعش منك. العجينة طرية جدا، خفيفة وجميلة ما شاء الله. وضغطت عليها بكيس عشان ما تنشفش، وتركنيها لحد ما تخلصي كل الكمية. ودي كانت اخر كمية معانا بالطريقة دي. شايفين قد ايه طرية وجميلة؟ جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا، وهتعملوها في البيت بدل ما تشتروها. مش صعبة ولا اي حاجة، سهلة جدا وموفرة كمان، وبتديكي نتيجة احسن من اللي بره بكتير. شايفين الكمية ما شاء الله؟ بنجيب كده في نص المفرش وبنرص عشان ناخد دايرة بالطبق. نحط الطبق كده على العدد اللي انت عايزاه، وخدي عليهم دايرة كده واقطعيهم على قد الطبق بالظبط. ودي اسهل سمبوسة هتعمليها، اسهل من الشرايح، واسهل اللي ما بعرفش يلفها كمان. في ناس ما بتعرفش تلفها، فدي سهلة جدا. بس قطعتيها بالطريقة دي بتعمليها 4 تربع زي المثلث بالظبط. اهو وبتاخديها كمان كده، يبقى كده ادتنا 4 تربع بالطريقة دي. شايفين مورقة؟ ده جزء من 4 تربع. بتقفليها بالشكل ده لما بتعمليها سمبوسة، بتقفليها كده. طبعا احنا لسه هنصور معاكم كمان لما نيجي نسويها ان شاء الله ونحشيها. بس احنا بنوريكم العجينة بس. اهو بتتقفل، بتكون بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة وجميلة. شايفين الطبقات بتاعتها اهي ما شاء الله جميلة. وطبعا ما فيش حاجة بتترمي خالص. اللي انا طلعته ده انا كمان بحطه في الفتة، بحمره او بحمصه في الفرن وبدخله في الفتة. بيكون جميل جدا، جربوه. مفيش حاجة ابدا بتتهدر من السمبوسة. اهو قطعته، هحطه في كيس واحطه في الفريزر عشان لما اعوزه اطلعه. وهنا معانا الرقاق اللي فاضل. العجينة تنفع حاجات كتير جدا على فكرة. تنفع كمان عيش شاورما، او تنفع كريب، تنفع اي حاجة سندوتشات، تنفع تعملي منها صينية رقاق، تنفع حاجات كتير جدا. بصوا قد ايه طرية، بتكرمشيها في ايديكي وتفرديها وما تتقطعش ولا اي حاجة. سهلة كمان جدا في اللفان اهوت. لما تقفليها بالطريقة دي، الكيلو ما شاء الله طلع معانا كمية حلوة من السمبوسة ومن الرقاق. وكمان العيش اللي هنحطه على الفتة ده، اللي هو هنحمصه او نقليه في الزيت وندخله مع الفتة. شايفين بتتلف بسرعة جدا وسهلة للناس اللي مش عارفة تلف السمبوسة او بتحتار فيها شوية. اهي كمان لفها فاضية مش مليانة ولا حاجة. يعني كمان لما تكون محشية هتكون احسن وجامدة شوية. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. عجينة سهلة وما خدتش حاجة مننا. بكيلو دقيق او بنص كيلو ممكن تعملي اللي انتي نفسك فيه. بالطريقة دي بنفرزها في الكيس ونطلعها وقت ما نحب.
وتحطيها بس في كيس كده، وهي طبعا مش هتلزق في بعضها ابدا ولا اي حاجه. ساعه ما تخرجيها سيبيها لما تفك براحتها، وبعد كده اشتغلي فيها. وزي ما انتم شايفين اللي قفلناها دي هنفردها لان هي فاضيه، عشان لما نيجي نخرجها من الفريزر نشتغل فيها زي ما احنا عاوزين. ممكن تحشيها جبنه على فلفل وزيتون وخضار، ممكن تحشيها عصاج لحمه او فراخ اللي تحبوه، وبتقفلي عليها بكيس كويس كده وبتحطيها في الفريزر، ولما تحتاجيها بتخرجيها. وهنا العيش او الفضلات اللي فضلت معانا من السمبوسه طبعا هنحطها في كيس كده ونفرزها برضو، لما نحتاجها هنخرجها. مفيش اي حاجه تتهدر منها خالص. ما شاء الله عجينتها جميله، وبتديكي القوام الجميل في السمبوسه. وهتجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اهو بالطريقه ديت. والعيش بتتنيه كده اللي هو الرقاق ده، وبتحطيه في كيس، وقبل ما تحتاجيه تخرجيه ويفك وتشتغلي فيه على طول بالطريقه دي. جميل جدا، وان شاء الله يعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا بنعمل حاجات موفره في البيت لان انتوا عارفين الاسعار في الزياده على طول. فانت ممكن تعملي في البيت اللي انت نفسك فيه ومش هيكلفك حاجه. هو كل اللي كلفنا كيلو دقيق وشويه زيت وميه وبس على كده، وعملنا اللي احنا عايزينه بابسط مكونات في البيت. وكمان ناجحه جدا عجينتها. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين في رعايه الله.